لو عاوز اتعلم ديجيتال ماركتنج في 2025 همشي على الخطه دي. كان اسمي معتز سامي، بشتغل في التسويق الالكتروني من 2017، وجاي النهارده اقول لك على خطه كده تمشي عليها عشان لو عايز تتعلم تسويق الكتروني او ديجيتال ماركتنج عامه. وانا عارف ان انت نفسك تتعلم الموضوع ده بس مش عارف ازاي، وعمال تجادل وتماطل وتعمل وبتاع. فامشي يا باشا على الخطه دي، وفي حياتك عامه والله في اي حاجه نفسك تتعلمها امشي على الخطه دي دايما. هتلاقي نفسك بتكسب دايما فيها وبتتعلم اسرع بطريقه افكتيف. اي حاجه نفسنا نتعلمها لازم تكون عارف هي بتتكلم عن ايه، او اوفرول الموضوع ده ايه، هو الاساسيات ايه، هي تعرف نبذه عن الموضوع ده كله. فانصحك جدا تعرف نبذه عن ايه هو اصلا التسويق ده. فاتفرج على الفيديو اللي فوق ده هيشرح لك ايه هو التسويق عامه. بعد كده فهمت ايه هو التسويق، نبتدي بقى نتخصص في التسويق، عشان التسويق ده مجالات كتير وفروع كتير وكل الكلام ده. فانت ما ينفعش تكون كل حاجه في التسويق في بدايتك. ما ينفعش تكون بتعرف تعمل كل حاجه في التسويق الالكتروني عامه. فلازم تتخصص في حاجه، الا وهي اتخصصت يا عم مثلا في مجال الكوبي رايتنج، لقيت نفسك ايه ده، الله انا منجذب للمجال ده، فتروح تشوف الفيديو ده لو بتحب الكوبي رايتنج، كورس كامل عن الكوبي رايتنج، وتاخد مثلا الكورس ده على كورس تاني من هنا على شويه حاجات كده، بقيت تفهم في الكوبي رايتنج، تبتدي تنزل تدريب او انترنشيب في شركات او مع عملاء، تشتغل معاهم اول شهر 3 شهور ايا كان ببلاش. بعد كده تبتدي تكسب فلوس، الفلوس اللي هتاخدها دي واللي انت كسبتها تروح تتعلم بيها اكتر وتستثمر في نفسك اكتر وتعرف مجالات اكتر في الديجيتال ماركتنج، بحيث تكون تبتدي تلم الموضوع. الكلام ده كله هيجي في شهور وفي سنين. خلي بالك ان انت تكون جوكر بتعرف تعمل كل حاجه في الديجيتال ماركتنج بطريقه كويسه، ده هيقعد معاك سنين. بس انا عايزك في الاول تاخد نبذه عن كل حاجه في الديجيتال ماركتنج، بحيث تكون راجل فهمان انت بتقول ايه وبتتكلم ازاي. ولو هتشتغل في الشركه تعرف تتكلم مع الراجل بتاع الكونتنت، وتعرف تكون بتتكلم مع الراجل بتاع الجرافيك ديزاين، وتعرف تكون بتتكلم مع الراجل بتاع الاس اي او وكل الكلام ده، عشان تكون فاهم لغتهم، عشان انت عندك نبذه عن كل المواضيع دي عشان اتفرجت على الفيديو اللي قلت لك عليه. طب يا معتز انا اتفرجت على فيديوهات كتير وخلاص انا فاهم الديجيتال ماركتنج، بس لسه مش عارف اشتغل ومش لاقي شغل. هقول لك اصنع شغل لنفسك يا باشا. هتقول لي اصنع شغل ايه يا عم، ده انت هتكفر ولا ايه؟ لا مش هكفر. انت دلوقتي مهتم بمجال الكوبي رايتنج زي ما قلت لك، او مجال الكونتنت ماركتنج او اس اي او ايا كان من الحاجات دي كلها، فتروح تعمل انت لنفسك براند. يعني مثلا تبدا تجاره الكترونيه. لو ما تعرفش اي حاجه عن التجاره الالكترونيه، انا عملت تجاره الكترونيه بدات فيها ب 40 جنيه، ممكن تروح تتفرج على الفيديو ده هيشرح لك ازاي تعمل الموضوع بتكاليف صغيره جدا. بس هتطبق بقى اللي انت اتعلمته في الديجيتال ماركتنج، بحيث اما تروح تقدم على شغل او انترنشيب تروح تقول لهم انا عملت يا باشا واحد اتنين تلاته، ودي مشاريعي السابقه، البورتفوليو بتاعك. برضه لو عايز تعمل بورتفوليو من الصفر عشان تعرف تقدم بيه لناس معينه او تروح لشركات والكلام ده كله، انا عملت فيديو عن البورتفوليو، انا جامع لك كل حاجه في القناه دي. خلي بالك انت هنا خلقت فرصه لنفسك، اللي انت اتعلمت الحاجات وطبقتها. لو انت مثلا في اس اي او عملت ويب سايت لنفسك وبدات تشتغل على اس اي او وكل الكلام ده، انت طبقت. لو انت بتحب الجرافيك والكلام ده كله هتروح تعمل ديزاينات لشركات معينه وتروح هو ده البورتفوليو بتاعك. زي كده البرمجه، هل انت ينفع تروح تشتغل في البرمجه او تكون مبرمج مثلا في شركه او في ايا كان من غير ما تكون عملت مشاريع وتوريها للناس انا عملت المشاريع دي ازاي وطبقتها، وليه كتبت الكود وعملت الاستراكشر ازاي وكل الكلام ده؟ يعني مش هتفهمه، بس ايا كان لازم كل حاجه تطبق لها. ولو ما لقيتش اللي تطبق معاه، طبق انت مع نفسك وروح وريهم هو ده شغل يا باشا. وري للناس شغلك. صدقني انا عارف انت هتروح في الفيديو ده تروح تتفرج على فيديو تاني وتالت ورابع وخامس، بس انت كده في زون اسمها التوتوريال هيل، اللي هو انت ماسك نفسك في زون ازاي اتعلم ديجيتال ماركتنج. بقالك سنه عمال تكتب على جوجل وعلى اليوتيوب ازاي تتعلم ديجيتال ماركتنج، لكن ما بتتعلمش. عارف انت انا كنت مثلا في التوتوريال هيل دي في حته لما كنت بتعلم اسباني، كنت كل شويه هاو تو ليرن سبانيش، هاو تو ليرن سبانيش فاست، هاو تو ليرن سبانيش ان 30 دايز، مش عارف ايه والكلام ده. عمال اتفرج على توتوريالز ازاي اتعلم اسباني، لكن مع الوقت ما بتعلمش اسباني، انا بتفرج ازاي اتعلم اسباني. انت نفس الكلام ده خلي بالك، عمال تقول ازاي اكسب فلوس اونلاين، ازاي اجيب مش عارف عملاء، ازاي اعمل ايه، ازاي ما بتطبقش. انت محتاج تروح تطبق عشان تبقى جامد. هنيجي بقى لحاجه مهمه جدا، ازاي تبقى من ضمن الواحد في المية في مجال الديجيتال ماركتنج عامه. حاجتين قوي عايزك تركز عليهم، المهارات اللي هتخليك جامد في الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني عامه. انا عملت فيديو عن المهارات اللي انت المفروض تتعلمها عشان تبقى من اجمد الناس في الديجيتال ماركتنج، ممكن تروح تشوف الفيديو ده من هنا، عملته في بدايه القناه اصلا عامه، بس هيفيدك جدا. الناحيه التانيه بقى الا وهي ان انت تقرا
كتب. هديك مثال على الحته دي، في واحد اسمه فيليب كوتلر. فيليب كوتلر ده بيطلق عليه الجاد فاذر اوف ماركتنج، الاب الروحي للتسويق. الراجل ده كان مش بيشتغل في القرن اللي فات يعني، بس الراجل كان جامد قوي وعمل كذا كتاب في الماركتنج والبرنسبلز اوف ماركتنج والماركتنج استراتيجيز وكل الكلام ده. تخيل بقى الراجل ده يكون عنده خبره 50 سنه في مجال التسويق او 40 سنه او ايا كان، وبيقول لك خد يا باشا خبرتي كلها في كتاب تروح تنزل تشتريه بايا كان سعره، بس تروح تاخد خبره الراجل ده. هتلاقي في حاجات من عنده حاططها قديمه شويه عشان هو كان في القرن اللي فات، بس في حاجات لسه موجوده حتى الان. سيبك من فيليب كوتلر، هتلاقي في ناس كتير قوي شغالين في حته الديجيتال ماركتنج بيعملوا كتب. فانت تروح تاخد الكتاب ده، بيقول لك اتفضل هديه، تروح تشتري كتاب باي كان سعره والله وتقراه. تقرا الكتاب. هتقول لي يا معتز عندي بس مشكله في حته قرايه الكتب باللغه الانجليزيه. اقول لك لازم تروح تتعلم انجليزي، ما هو انت مش هتعرف. بص عامه الانجليزي ده لازم تتعلمه عشان تعرف تنجح في حياتك عامه، مش في الديجيتال ماركتنج بس. فانصحك جدا قبل ما تتعلم ديجيتال ماركتنج تروح تتعلم انجليزي. انا عملت لك برضو فيديو بيتكلم ازاي تتعلم انجليزي من الصفر، من الخلاصه بقى، عشان انا اصلا بحب حوار اللغات ده. بس بعد ما تتعلم انجليزي لازم تبتدي تقرا كتب. خلي بالك كمان اما انت تقرا كتب عن الديجيتال ماركتنج بالانجليزي، ده هيساعدك ان انت تنمي مهاراتك اللي باللغه الانجليزيه، بحيث ان انت قدام يا عم نفسك تشتغل فريلانس في شركه اجنبيه او تشتغل في شركه في مصر. بس هم هتلاقيهم معظم الشركات اللي في مصر الجامده هتلاقيهم اصلا تعاملاتهم بالانجلش، فانت لازم تكون فاهم بالانجلش. كمان تكون متخصص في البيزنس انجلش اللي هو بيتكلم عن الترمينولوجيز او المصطلحات اللي بتاعه التسويق الالكتروني اللي هي باللغه الانجليزيه، لازم تكون فاهمها. ما ينفعش اروح حاجه اقول لك مثلا في حاجه اسمها البيربل كاو او الفور بيز، انا مش عارف اترجم لك الموضوع ده. البيربل كاو اللي هي البقره الارجوانيه ولا البنفسجيه. مش هينفع تروح تتكلم مع حد باللغه العربيه كده. انا عارف ان احنا متمسكين باللغه العربيه بتاعتنا وكل الكلام ده على فوق راسي، بس شئنا هيبقى باينه الانجليزي هو اللي متحكم دلوقتي في العالم وفي السوق وفي الماركتنج بالذات. كل الحاجات الجديده بتاعت الماركتنج بتظهر بره الاول، بعد كده بتجي لنا. فلازم تكون انت مطلع على الحاجات دي، فعشان كده لازم تتعلم انجليزي. انا عارف ان خدت وقت قوي في موضوع الانجليزي ده، مش فيديو عن الانجليزي يعني عامه، بس عشان تبقى من التوب في الديجيتال ماركتنج في مصر لازم تكون متاسس صح، متمكن في حاجه معينه قوي اللي هي مثلا الكوبي رايتنج متمكن فيها جدا، وبعد كده تكون جوكر بتعرف تعمل كذا حاجه من الحاجات دي عشان الشركه تقول ايه ده واد جامد قوي. بعد كده تبتدي تقرا. لازم تقرا، لازم تقرا عشان تكون مثقف عامه. هو ده الفيديو وهو ده الخطه اللي انا لو ما كنتش متعلم ديجيتال ماركتنج وعايز اتعلمها في 2025 هعمل كده.